انا من محب الطرب جدا، ولقيت نفسي ان انا كل ما باكل طرب بره باكل صباعين تلاتة وبدفع مبلغ محترم. بقى بيتطلب فيه ارقام كبيرة كده، وانا لقيته ان هو حاجة بسيطة وسهلة قوي. فقلت لا، ما بدهاش بقى يا بت، لازم تعملي وقفة مع نفسك. ما هو مش معقولة يا ولاد، الست ام انس راحت والست ام انس جات وبشتري الطرب وما بعملوش في البيت، لا ده انا لازم اعمله واحسن من الحاتي كمان. رحت جبت كل اسرار الحاتي، ولقيت كل الاسرار دي حاجات بسيطة قوي. طلعته في البيت طري وجوسي ويجنن زي ما انت شايفة، واحلى من اي حاتي. السر الاولاني في حتة اللحمة. هما بيعملوا لحمة ضاني، طب اللحمة الضاني غالية، رحت عاملة كيلو لحمة ضاني مع كيلو لحمة عجالي معاهم ربع كيلو ايه من اللي هي الضاني. والتوابل بقى، شايفة المعلقة دي فيها كوبيبة صيني، الكوبيبة الصيني دي سر من اسرار اللحوم مش هيقولك عليه غير اختك ام انس. وحطيت قرفة وجنزبيل وبهارات كاري وبابريكا مدخنة وشوية سبع بهارات وفلفل اسود. البصل بتاعي بقى سواء بصل ابيض سواء بصل احمر مش هيقولي لا، انا عملت لكم خليط من الاتنين. ضربتهم في الكبة كويس قوي، وبعدين بدأت ان انا اصفيهم. وده السر التاني من اسرار كفتة الحاتي واسرار الطرب بتاع الحاتي، ان انت تصفي البصل بتاعك. ليه هنصفي البصل؟ عشان المية دي بتخلي الكفتة بتاعتنا تفك، فاحنا هنشيل المية اللي بتخلي الكفتة بتاعتنا دي تفك، ومش هنرمي المية دي، هنحتفظ بيها وهقولك هنعمل بيها ايه. هنصفي البصل بتاعنا كويس ونحطه على اللحمة. السر التالت بقى محدش هيقولك عليه برضو غير اختك ام انس، هو البيكنج باودر. بحط معلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة لكل كيلو من اللحمة، وبحط التوابل بتاعتي وبحط الملح، وببدأ ان انا اعجن بقى الخليط ده مع بعضه عجن محترم. ما تقوليليش هقلبه وخلاص على كده يا ام انس، لو قلبتيه وسبتيه وحطيتيه على النار هيفك منك. لازم يتعجن كويس قوي عجن محترم. طب انتي مش عايزه تعجني، مش قادره تعجني، اضربيه في الكبه او افرميه في المفرمه، اديله وش فرم كده في المفرمه. المهم ان احنا عايزينه يبقى خليط متجانس ويتداخل في بعضه، ويبدا يعمل لنا خيوط عنكبوت عشان نضمن ان كل انسجه اللحمه تدخلت في بعضها وشربت البصل كمان اللي اتحط عليها. شفتي انا لما قعدت اعجن فيه عمل ازاي؟ بيبقى زي خيوط كده. انا عايزاه يوصل للنتيجه دي. جبت بقى 3 معالق من البقسماط الناعم، وده سر برضو محدش هيقولك عليه غير اختكم ام انس. حطي 3 معالق من البقسماط وقلبي ده كله كويس قوي. وبدات ان انا بقى ايه، اشوف الخليط بتاعي كده بقى متماسك وتمام. الافضل احطه يتشمع شويه في التلاجة. طب لو ما عنديش وقت، انا عملته على طول وما حطيتوش يتشمع في التلاجة. جبت بقى السيخ الحديد بتاعي ده، السيخ بتاع الشوي، ودهنته شويه زيت، وبقيت ابل ايدي في ميه البصل اللي انا قلت لك عينيها على جنب عشان هقولك نعمل بيها ايه. وبدات اعمل صوابع الكفته بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه. انا لحد هنا انا بعمل كفته عادي. يعني انت لو حابه تعملي كفته الحاتي فهي دي كفته الحاتي، حابه تحطي عليها شويه خضار افرمي خضار مع البصل في الكبه مش هيقولك لا. وبدات ان انا اصبع الكفته بتاعي بالشكل ده. بصي ما شاء الله عملت كميه معايا قد ايه. وبقيت الكفته دي قسمتها كيسين لاكلتين في الفريزر. شفتي بقى قد ايه توفير، وقد ايه ان احنا لما بناكل عند الحاتي بره بنتروق. جبت بقى المنديل بتاع الخروف، وده عامل زي شبكه كده زي ما انت شايفه، وبدات ان انا احط فيها الكفته والفها. وهو ده بقى الطرب. يعني الفرق بين الكفته والطرب ايه؟ هو حته المنديل ده. ببدا ان انا الف كل صباع كفته بالشكل اللي انت شايفاه ده، بحيث ان هو من بره يتغلف كويس قوي بالمنديل ده. ممكن اقطع حتة المنديل كده على قد صباع الكفتة مرتين كده او اكتر من مرتين شوية، بحيث ان انا الف صباع الكفتة فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعمل بقى المربعات بتاعتي وبلف فيها الكفتة. طبعا انا غاسلة الرخامة بتاعتي كويس قوي. ولو انت وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي تنزلي تعملي لايك وشير وتقولي لي رايك ايه في الفيديو ده. المهم بدأت ان انا اكمل كمية الكفتة بتاعتي كلها والفها في الطرب زي ما انت شايفة كده. ده اسمه منديل الخروف وبيجي من عند الجزار. لفيت الكمية بتاعتي كلها كده. وفي الوقت ده بقى انا مجهزة الشواية بتاعتي جنبي، هديها دهنة صغيرة من الزيت، ما تكتريش زيت عشان هو هينزل دهون كتير. وهبدأ ان انا ارصه على الشواية زي ما انت شايفة. طيب انت ما عندكيش شواية، رصيه في صينية ودخليه الفرن. عندك اير فراير، حطيه في الاير فراير. عايزة تشويه على الفحم اشويه على الفحم، ما فيش اي مشكلة. انا عندي الشواية دي ما قبل الاير فراير، يعني عندي الشواية دي من زمان قوي يا جماعة. وبصراحة هي مفيدة وجميلة. اي نعم هي ساعات بتتعبني شوية ان هي الحاجة بدأت تلزق فيها، بس ولا يهمني ولا يهزني وهعمل حاجتي برضو.
وبدات ان انا اعمل بقى الكفته بتاعتي زي ما انت شايفه كده. لما تاخد لون من ناحيه اقلبها على الناحيه التانية، ولما مكان عندي يفضى ببدا ان انا احط في المكان اللي فضي ده بقيت كميه الطرب بتاعتي. وعشان عندي كائن كده لطيف في البيت، كل حاجه بيعترض عليها وبيقول عليها لا، فانا كنت مجهزه له كفته بس من غير طرب. بصي، طبيعي ان المنديل تلاقي منه حته اتفتحت حته اتقطعت، ولا يهمك، كده كده الكفته هتاخد الطعم ده وهتبقى طرب. ما تقلقيش، انت بس قلبي بحيث ان هي تاخد وش الشوي بتاعها ده من كل الاتجاهات. ولو انت بتشوي في صينيه في الفرن، فانت معلش يا ست الكل، كل شويه هتطلعيها تلفي فيها الطرب او الكفته اللي جواها علشان تاخد نفس اللون من كل الجهات. ولو بتسوي في الفرن تسوي على درجه حراره عاليه، وانا بسوي على الشوايه على درجه حراره عاليه علشان النار الهاديه في الحالات دي بتخليها تنشف. وفي الوقت ده انا حاطه حته فحم على النار لحد لما تولع تماما، عشان هحطها مع الطرب بتاعي ده عشان تاخد ريحه الفحم وكانها مشويه على الفحم زي ما بتتشوى عند الحاتي. شايفه بقى كميه الدهون اللي موجوده عندي على الشوايه بقت قد ايه؟ الدهون دي كلها نزلت من الكفته والطرب بتاعي. وعلشان انا حاطه البيكنج باودر الحمد لله لا الكفته بتاعتي كشت ولا الطرب بتاعي كش. وعلشان انا مقلبه الخليط بتاعي كويس قوي مفيش اي صباع فك معايا. جبت الطحينه حطيت لها بقى شويه كمون وشويه ملح وعصره بقى ليمونه محترمه كده ومعلقه خل، وهحط زبادي. طب لو ما عنديش زبادي هعصر بقى الليمون والخل ده على نص كوبايه لبن او فنجان لبن كبير كده محترم، وهقلبه كويس فهيتحول لزبادي. وحطيت الزبادي بتاعي على الطحينه وهبدا ان انا اقلب. انا عملت الطحينه قدامك، مرضتش اقطع منها اي حاجه عشان تشوفي ان هي بتفك بكل سهوله ومش بتبقى صعبه. والناس اللي بتقولك ان لازم ميه سخنه عشان تفك، لا انا اسفه، انا بحط ميه ساقعه من البراده، الميه اللي انا بشرب منها حطي منها على الطحينه وهتبقى معاكي زي الفل، وهتشوفي حالا هتفك معايا بكل سهوله. انا ما قطعتش من الفيديو اي حاجه عشان اوريكي ان هي ما بتاخدش وقت اصلا وبتبقى زي الفل. تقلبي كويس قوي كده زي ما انت شايفه، وبعد اذنك ما تقوليش الليمون كفايه او الخل كفايه وتلغي حاجه منهم، كل واحده فيهم بتدي طعم مختلف. حطيت بقى البقدونس بتاعي في الطبق، وجبت بقى حته الفحمه بعد ما بقت مولعه خالص كده زي حته الجمر، ورحت حطها بسرعه على الدهون اللي على الشوايه علشان خاطر الدهون دي تطلع ريحه الفحم على الكفته والطرب بتاعي. وبقى الكفته والطرب بتاعي بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده بكل سهوله وبمكونات بسيطه، ما خدش مني وقت وما خدش مني مجهود. وعملت منه سندوتشات للولاد. ممكن انت ما تعمليش سندوتشات تقدميه مع مكرونه او رز زي ما تحبي، وما تنسيش الشيء